قبل ما نبدأ محتاج أقول لك كلمتين. أيا كان مجموعك فهو قدرك ومكتوب لك من زمان جدا، يمكن كمان من قبل ما تتولد أصلا. فيعني أصلا ما ينفعش تعترض عليه لأن ربنا هو اللي مقدرهولك وهو اللي كاتبهولك، فلازم ترضى بيه وتحمد ربنا عليه. بس برضه حقك إنك تزعل على تعبك ومجهودك، تزعل على سهرك وعلى حلمك اللي معرفتش توصله. بس كل ده بيهون لما تتأكد وتيقن من جواك إن ده إرادة ربنا ليك. هو أدرى مني ومنك ومن أي حد، ولازم تتأكد بإن ده هو الخير ليك، وتحسبوه شر لكم بل هو خير. صدق الله العظيم. انت رؤيتك وترتيبك غير رؤية ربنا وترتيبه ليك. ولو انت شخصيا طلعت على الغيب وشفت اللي مكتوب لك، هتتمنى ان اللي ربنا كاتبه لك هو اللي يتحقق، وان اللي انت عاوزه ده كل الشر ليك، فهتتمنى انه ما يحصلش ابدا. فاحمد ربنا واشكره على عطاياه ليك، وتأكد كل التأكيد ان مجهودك وتعبك ده مستحيل يضيع هباء كده. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. صدق الله العظيم. أيا كان مجهودك وتعبك مستحيل ربنا يضيعه، هتاخده في أي حاجة بعدين، سواء في كليتك الجديدة، في شغلك، في صحتك، في حسنات على صبرك ده. فاحمد ربنا وسلم أمرك ليه. وحوالينا نماذج كتير حصل لهم نفس الموقف ده، ناس كتير جدا ما ربنا ما كرمهاش وما جابتش المجموع اللي كانت بتتمناه، وما دخلتش الكلية اللي كانت بتحلم بيها، واستسلمت لقدر ربنا ودخلت الكلية اللي جات ليها، وربنا كرمهم وبقوا ناجحين جدا في شغلهم وفي المجال اللي بقوا شغالين فيه. فانت ارضى واحمد ربنا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. نبدأ في موضوعنا بسم الله. السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم اخوكم عمر صبري حسان، طالب في كليه الطب. في موضوع اكيد شاغل بالك الفتره دي، وخصوصا بعد ظهور النتيجه، وفي ناس كتير منكم ربنا ما كرمهاش بالمجموع اللي كانت بتتمناه. هنكمل مع بعض ان شاء الله سلسله الكليات واللي بدأناها بفيديوهين مهمين جدا عن الكليات الاهليه وكل التفاصيل اللي تخص الكليات دي، عن طرق تقديمها وتنسيقها ومصاريفها، ويعني ايه جامعة أهلية أصلا، وايه الفرق بينها وبين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة. هسيب لك لينكين الفيديوهين دول في الديسكريبشن. لو بتفكر في الجامعات الأهلية فأنصحك إنك لازم تشوف الفيديو ده، من الفيديوهات المهمة اللي لازم تكملها للآخر، لأنه بإذن الله هيفيدك كتير جدا الفترة الجاية، خصوصا مع اقتراب التنسيق والكلام عن الكليات كتير الفترة دي، وانت دلوقتي هتبدأ مرحلة جديدة من حياتك، فلازم تبدأها صح. فانا هقول لك على كام حاجة كده على اساسها تبدأ تحدد كليتك او المجال اللي حابب تدرسه ان شاء الله. اول حاجة من الحاجات دي وهي انك هتبدأ تجمع معلومات عن كل الكليات اللي في رينج مجموعك او اللي مجموعك احتمال التنسيق يرشحها لك، واعرف عنهم كل حاجة. مجالات الشغل بعدين، مواد الدراسة، المجالات المتاحة بعدين بعد التخرج، فرصها في السفر عاملة ايه، وهل متاح انك بعد ما تتخرج تعرف تسافر لأي دولة ولا لا. كل حاجة عن الكليات اللي متاحة قدامك، اعرف كل حاجة عنها بحيث تكون عارف انت بتختار ايه. وده هيودينا لتاني حاجة وهي ميولك الشخصية وطموحاتك. انت مايل اكتر لايه وحابب تكون فين وحابب تدرس ايه بالظبط، وايه المكان اللي هتكون مبسوط وانت بتدرس فيه، او ايه المكان الاقرب للحاجة اللي كنت حابب توصل لها وما توفقتش انك توصل ليها. تالت حاجة وهي شغل الكلية وفرص عملها بعد التخرج. اسأل ناس متخرجة من نفس الكلية واعرف نظام شغلهم عامل ازاي، وهل ده هيناسبك بعد كده ولا لا، وعلى اساس كده حدد هل الشغل ده هيكون مناسب ليك ولا لا. رابع حاجة تحدد على اساسها وهي قدراتك وامكانياتك. هل مستواك هيناسب الكلية ولا لا، وهل هتستحمل ضغط الكلية دي ومجالات دراستها والمواد اللي هتدرسها ولا لا. وده طبعا بعد ما تجمع المعلومات الكافية عن الكلية دي ومجالاتها ومواد دراستها،
وتسأل ناس كتير في الكلية أو ناس متخرجة عن كل الحاجات دي، وهتشوف هتقدر تتعامل معاها ولا لأ. خامس حاجة، هل الكلية دي مناسبة لقدراتك المادية ولا لأ؟ لأن في كليات كتير مصاريف دراستها غالية جدا بعيدا عن الكليات الخاصة. في كليات كتير بتطلب أدوات غالية ومستلزمات للدراسة وكورسات كتير، فبرضه لازم تخلي بالك بين النقطة دي وانت بتختار الكلية، واسأل كويس جدا وتأكد من النقطة دي وانت بتجمع معلوماتك. سادس حاجة، وهي الأسرة أو العيلة نفسها ايه رأيها في الموضوع ده. تشوف والدك ووالدتك رأيهم ايه وهم نفسهم يشوفوك فين. هما برضو ليهم وجهة نظر وخبراتهم في الحياة، فلازم برضو تستشيرهم حتى لو كان ده مستقبلك وانت اللي هتدرس. لازم برضو تاخد رأيهم وتقعدوا كده وتتكلموا سوا بخصوص الموضوع ده، توصلوا كلكم لحل يرضي جميع الأطراف بحيث ما يكونش فيه طرف مش راضي عن القرار ده. سابع حاجة، واللي المفروض تكون أول حاجة، وهي صلاة الاستخارة والدعاء. بس كده يا شباب، ده يعتبر كل حاجة من وجهة نظري. أتمنى أكون فدتكم. حاول تطبق الكام حاجة دول وانت بتحدد كليتك، وإن شاء الله ربنا يوفقك وتدرس في مكان يكون مناسب ليك وتكون مبسوط وانت بتدرس فيه. متنساش طبعا تعمل لايك الفيديو ده عشان ينتشر أكتر ويوصل أكتر عدد من الناس. انشر الفيديو ده طبعا مع أصحابك عشان لو في حد لسه منهم محتار يمكن يستفاد من الفيديو. تعمل سبسكرايب عشان يوصلك الفيديوهات الجاية هيكون فيها كلام مهم برضو، وفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار. بس كده يا شباب، سلام.